اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جايبين لكم النهارده منتج جديد، منتج عملي جدا اتسالنا عليه كتير. ناس كتير قالت لنا هاتوه اعملوا عليه فيديو وروهولنا عامل ازاي. دي سماعه بلوتوث M22، سماعه اصلا مكتوب عليها جيمنج للالعاب، والناس اللي بتحب الالعاب وبتحب تسمع دقه الصوت عاليه جدا عشان خاطر آه، العاب البابجي والكلام ده كله. تمام. الشحن بتاعها بيبقى تايب سي، مكتوب عليها ان هي اوت بوت 5 فولت، يعني المفروض ان هي بتشحن موبايلات، بس هو المخرج اللي موجود فيها تايب سي، فانا ما جربتش ان هي تشحن ولا ما تشحنش. السماعه طبعا تاتش، فيها اضاءات جميله، هنفتحها معاكم دلوقتي ونوريها لكم من جوه عامله ازاي، وهنسمعكم قوه الصوت او دقه الصوت عامله ازاي. ده بيبقى جاي كده شكل السماعه، تحس ان هي سماعه غريبه او جهاز غريب جدا. بيبقى بالمنظر ده كده، حجمها صغير. لما بنفتح البوكس بالمنظر ده من هنا، بتلاقي هنا في شاشة بتوضح البطارية مشحونة قد ايه. نحرك السماعة كده بتلاقي هنا في اضاءات ظهرت من الجناب اكنها كشافات عربية. تحس ان هي سماعة كده من كوكب تاني. بيبين لك هنا مؤشرات كل بطارية، كل سماعة فيها قد ايه. طبعا البلوتوث بتاعها قوي، بترجع في مكانها بكل سهولة. وده منظر العلبة. هنعمل كونكت دلوقتي ونشوف جودة السماعة عاملة ازاي وسرعة الاتصال بتاعها عامل ازاي. طبعا هي تاتش وفيها حبة مزايا كويسة جدا هنتفرج عليها دلوقتي. بس لاحظت حاجة، ان انت لما بتيجي تعمل سيرش بالبلوتوث بتلاقي سماعتين، معرفش دي ميزة ولا عيب. ممكن تعمل كونكت بفردة واحدة وتعمل كونكت بفردة تانية على موبايل تاني. هنعمل سيرش كده. ده يبقى شكل العلبة، وأول سماعة أشوفها مكتوب عليها إن هي مخصصة للألعاب بورن فور جيمز، ومن هنا مكتوب عليها جيمنج وايرلس هيدسيت. وده بيكون شكل العلبة. لما بنعمل سيرش كده بنلاقي هنا M22. بنعمل كونكت. في ناس كتيرة برضو سألتني، قالت لي عايزين يجربوا صوتها ويشوفوا صوتها مع اليوتيوب بتعلق ولا ما بتعلقش. كده عمل الكونكت. هنفتح كده اي حاجة نسمع صوتها عامل ازاي. كده انا ماسك السماعات في ايدي وسامع الصوت. هحاول اقرب السماعة من المايك وتشوفوا قوة الصوت عاملة ازاي. الصوت بتاعها هادي جدا ونقي. اعتقد ان هو كده واضح في الفيديو. نقي جدا كده، وتحس ان هو في صدى صوت اكنك بتتكلم في اوضه فاضيه. لا، جودة الصوت رهيبة. طيب هنجرب التاتش بتاعها كده. بنلمس لمسة واحدة عمل ستوب، بنلمس لمسة كمان عمل تشغيل. طيب هنعمل 3 لمسات ورا بعض. انا جربتها على موبايل تاني، كان ال3 لمسات بتعلي الصوت وال3 لمسات الناحية التانية كان بيوطي الصوت. طيب هنجربها كده على على هنا كده. احنا جربناها على اليوتيوب، شغالة ومبتقطعش ولا اي حاجة خالص. المميز كمان والجميل ان حجم السماعة صغير جدا. في ناس بتبقى عندها مشكلة ان ودنها صغيرة، فده هيبقى كويس جدا في ودنها. والسماعات العادية التقليدية بتقع من الودان، لا ده هيبقى ممتاز جدا. طبعا بيبقى هنا في الاول قطع المطاطية او الرابر ديت. ماشي، هنجربها بقى كده على برنامج اغاني، وهنشوف التاتش بتاعه بيبقى عامل ازاي. عايز اقول لكم على حاجه، في بعض الناس وحصلت معايا شخصيا، لما اجي اعمل كونكت بالسماعه بلاقي فردتين، ولا اما دي تشتغل لا اما دي تشتغل. طب نعالج المشكله دي ازاي لو ظهرت معاك؟ لو المشكله دي ظهرت معاك هنعمل ايه؟ هتعمل كونكت بالسماعه دي، تمام، والفرده دي هتعمل كونكت بالفردتين. بعد كده هتقوم عامل داخل في الاعدادات ومغير اسم السماعه، وتغير اسم السماعه التانية، وتقوم قافل البلوتوث
تفتح البلوتوث مرة تانية هتلاقيها ظهرت باسم واحد بغير الاسم انت سميته، هتقوم عامل كونكت بيها هتلاقيها اشتغلت. ده بالنسبة للمشكلة اللي بتظهر، اللي هي تلاقي الفردتين كل واحدة ليها نفس الاسم بس واحدة بس اللي بتشتغل. عايز ادور لكم على اي ملف صوت كده نقدر نسمعه ونجرب التاتش فيها برضو. مش عايز اطول عليكم، ثواني. رجعنا لكم مره تانية وكده جبنا لكم اغنيه، وهقرب برضو فردين السماعه من المايك عشان تحاولوا تسمعوا الصوت. كده مقرب فردة واحدة بس، وكده مقرب لكم الفردة التانية. لا صوت نقي جدا. طيب دلوقتي هنجرب التاتشات بتاعة السماعة. لو لمسنا 3 لمسات ورا بعض، لمسة واحدة بس بتوقف، اللمسة التانية بتشغل. طيب لمستين ورا بعض قلب على اللي بعديها. طب لمستين الناحية التانية قلب على اللي قبليها. طيب انا جربتها قبل كده، كنت لامس 3 لمسات على موبايل تاني كان بيعلي والتاني ناحية كان بيوطي. جايز بقى موبايل ما عنديش فكرة عن الموضوع ده. عموما هجرب تاني برضو وهبلغكم في موبايل في فيديو تاني. لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك. لو محتاج تشوف اي منتج تاني اكتب لنا في الكومنتات. متنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للقناة. شكرا.